هكذا كانت أجواء مركبة محمد الخامس قبل يوم واحد من الديربي البيضاوي، استعدادات متواصلة على رقعة الميدان ومثلها على مدرجات الفريقين، أملا في رسم صورة حضارية تعكس القيمة التاريخية للفريقين. بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى عقدت عدة اجتماعات لتأمين اللوجستيكي والمواصلة إلى غاية نقطة الملعب، ورغم كل ذلك انفلتت بعض الجماهير المحسوبة عن جادة صوابها. قبل لحظات من انطلاق المباراة أغلقت الأبواب حتى في وجه من يحمل تذكرة المرور أو يتوفر على بطاقة الانخراط بالرجاء. هذا الشيء ماشي معقول، لأن الواحد تيشري التذكرة ديالو بواحد الثمن وتيجي باش يتفرج في واحد المباراة اللي معدودة ما بين المباريات الكبيرة في المغرب على الصعيد الوطني ولا العالمي، ومنين تيدخل تيقلب على البلاصه فاش يبرك ما تيصيبهاش. هادشي ماشي معقول، خصنا نحاولوا ننظموا نفسنا على حسب ما كيلقاو لها بلايص لا والو، يعني كيجيو معطلين. يعني بحال دابا الديربي خص الانسان يجي بكري، الا جا بكري كيلقى بلاصه، ولا جا معطل ما كيلقاش البلاصه ديالو. المره اللي سويدات فيها سويدات بنايه. تصريحات وضعت الرجاء البيضاوي في واجهة الحدث حول دواعي تكرار هذا الحدث في جميع الديربيات دون استثناء. جميع الديربيات كلهم هذا الشكل، وخاصة كنلعبوا شبابيك مغلقة، يعني كيصعب بزاف باش تقدر تميتريزي هذيك المسائل كلها، كيصعب كثير 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 كثير، وخاصة حتى الناس ما كيساعدوناش في هذا الجمهور، ما كيساعدناش في التنظيم. من كان يعتقد أن تأجيل الديربي 109 قد يؤدي إلى انخفاض عدد الجماهير فقد أخطأ، ومن كان يظن أن حماس الديربي والموعد الجديد سينسي الجماهير المغربية أسباب التأجيل فقد أساء الظن. الموعد يتجدد، وتتجدد معه الروح الوطنية بشعارات تلقائية تغني عن الكلام. بألوان الرجاء والوداد الجماهير رسمت ألوانا وطنية وتوحدت معها مواقف الفريقين، شعارات كانت بمثابة رسائل غير مشفرة تجاه كل من تطاول اعتقاده مخطئا على كل شبر من التراب الوطني. عرس الأعراس وثق من جديد الروح الوطنية وإرادة وعزيمة فولاذية ساهمت في تسويق الديربي في أبهى حلة. صور